مدارس زمان. المدرسة زمان كانت شيء مختلف جدا غير الموجود دلوقتي. زمان قبل الموبايلات ما تدخل الفصول، وقبل التعليم ما يبقى كله على التابلت، وقبل ما المدرس يبقى خايف يعاقب الطالب علشان ولي الأمر هيروح يشتكي، كانت المدرسة ليها هيبة وطعم وريحة خاصة بيها. وكانت بداية السنة الدراسية زي بداية مغامرة جديدة، وشراء الكشاكيل والأدوات المدرسية كان طقس مقدس. وكان المدرس مش مجرد معلم، كان أسطورة. والفسحة كانت الحدث الأهم في اليوم. النهاردة هنرجعك لأيام المدرسة الحقيقية، المدرسة اللي اتعلمنا فيها الحياة قبل ما نتعلم المواد. بداية السنة كان يوم العيد الحقيقي. أول يوم مدرسة كان ليه طقوس محددة، قبلها بأسبوع تبدأ تجهيزات السنة الدراسية. والحدث العظيم كان المعرض اللي بنشتري منه الكشاكيل والكراريس، الكشاكيل السادة والمتجلدة، ولو مش متجلدة ممكن نجيب لها جلاد ونجلدها في البيت، كراسة 9 أسطر لكتابة التعبير، وكراسة المربعات للحساب، وكراسة الرسم اللي بنرسم فيها كأننا فنانين عالميين. الألوان، لو عيلتك مسطورة يبقى ألوان خشب 12 لون، لو غني شوية يبقى فلوماستر، أما لو ابن باشا بقى يبقى معاك علبة ألوان المية أو الزيت. الأستيكة لازم تكون ريحتها لبان، لو ضاعت منك يبقى خلاص مصير أي غلط في الكراسة مجهول. المسطرة دي كان في نوع مسطرة كده كان موجود زمان، المسطرة اللي هي الشفافة اللي ما بتتكسرش بسرعة، بتلب معاك كده وانت بتشتغل بيها. دي كانت منتشرة بشكل فظيع في مصر. وفي مساطر تانية طبعا، بس كان في مسطرة تحديدا اللي هي بنتباهى بيها قدام زمايلنا. هي ما كانتش بتسطر، هي كانت بتيجي عشان نتباهى بيها، وكان مرسوم عليها اشكال كرتونيه كده. كانت بتتضرب على الايد وتعمل كانها انسيال في الايد كده، ويعني سحر. المسطره السحريه كان اسمها. البرايه، لو معاك برايه مثلا من اللي هي بتلم البواقي بتاعه القلم الرصاص في علبه صغيره كده، يعني بتخرج منها تطلع على العلبه على طول مش في الفصل، بتاخدها وترميها بعد كده في الزباله، يبقى انت انسان متطور جدا. وكانت فرحه غريبه واحساس جديد كل مره تفتح فيها كراسه جديده وتشم ريحه الورق الجديد كانك داخل عالم جديد. نيجي بقى لاول يوم مدرسه والرعب الممزوج بالحماس. تلبس لبس المدرسه المكوي كانك رايح حفله ملكيه، تشيل الشنطه اللي وزنها اكتر منك اصلا، وتروح مع أبوك أو أمك في أول يوم، تحس إنك داخل مغامرة عظيمة. طابور الصبح، نص الطلاب لسه نايمين والنص التاني بيداري ضحكته علشان ما يتبعدش للنظر. أول ما المدرس يدخل الفصل كلنا واقفين زي العساكر ونقول بصوت واحد: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هي كان ليها لحن كده. أول درس بقى، أول الحصة بتبقى كل الناس مركزة، لكن بعد 10 دقايق الناس بتبدأ تسأل هي الحصة طولت ليه؟ ما بتخلصش ليه بسرعة؟ ده كان نظام معروف يعني زمان. الفسحة أهم 10 دقايق في اليوم. أول ما الجرس يرن الفصل كله يخرج بسرعة كأننا طلقات رصاص خارجة من مسدس. الجري ناحية الكانتين كان أسرع من سباق الأولمبيات، عشان نلحق نقف عند عم عبد الشافي الفراش اللي عنده كل حاجة، اللي بان السحر اللي بيعمل بالونة، واللي كل شوية تسمع فرقعة في وش المدرس في الحصة اللي بعد الفسحة، والفشار اللي بيتباع في كيس أو بيتلف في قرطاس من ورق الجرايد، والطعمية اللي أحلى من وجبة 5 نجوم، السندوتشات الغامضة اللي ما كانش حد يسأل هي معمولة من إيه أصلا، كنا بناكل وننبسط وخلاص. وفي بطل تاني كان في الفسحة، الولد اللي كل المدرسة نفسها تصاحبه. ده كان يا إما أقوى واحد في الفصل، أو اللي دايما معاه مصروف زيادة وبيجيب حاجات لكل العيال معاه. الفصل كان ساحة التحديات والذكريات. المدرس اللي يقول اللي مش كاتب الواجب يتفضل يطلع على السبورة، هنا تبدأ عملية البحث السريع في الشنطة. كل واحد يحاول يفكر هل فعلا أنا كتبت الواجب ولا لأ. وأوقات كان الحظ ينقذنا لما المدرس ينشغل بحاجة تانية، وكان اللي المدرس يبعته لمدرس تاني عشان يقول له حاجة أو يجيب دفتر التحضير يحس إنه بقى مدير المدرسة رسميا، يمشي في الطريق كأنه معاه قرار وزاري. وقت الضرب بقى، دي بقى المصيبة. الضرب في عز البرد على ظهر الإيد بسيف المسطرة الخشب، وكأنك ماسك جاسوس وبتعذب فيه. ولما تروح البيت تعيط وتقول لهم الأستاذ ضربني في المدرسة، تيجي أمك ولا أبوك معاك ويودوك المدرسة تاني يوم ويقولوا له اضرب كمان خليه يتعلم. يا سلام. في الإعدادي بقى، المرحلة اللي بيبدأ فيها الشنب يظهر، وكل واحد يحس إنه داخل مرحلة الرجولة خلاص، ويبقى عنده كاريزما جديدة وهو بيتكلم مع البنات في الفصل مثلا. حصص النشاط، اللعب اللي كان أهم من أي حاجة. في الموسيقى مثلا الناس كانت بتغني وكأنها في حفلة، واللي صوته وحش يقعد يحرك شفايفه بس علشان ما يتقفش. الرسم
كان فرصة لكل واحد يثبت انه فنان، حتى لو كان بيرسم شجرة على شكل عصاية مش مهم، المهم ان هو يعني مندمج جدا في الرسم. الالعاب، التربية الرياضية يعني كانت حلمنا كل اسبوع، واللي ينسى يجيب الكوتشي معاه ولا ينسى يجيب اللبس يفضل واقف يتفرج على اصحابه بعين كلها قهر. الرحلات المدرسية، لما كنا بنخرج كأننا بنسافر اوروبا مثلا، الرحلة كلها كانت بحوالي 5 جنيه، واللي عايز يروح يجيب موافقة ولي الامر. هنا بقى تبدأ خطط الطالب لإقناع أهله، ولو نجح في المهمة يبقى خلاص هو داخل رحلة العمر. الأتوبيس كله غنى وهيصة وحد بيخبط على الكرسي من الحماس. أول ما نوصل غالبا كنا بنروح في الأول خالص حديقة الحيوان، نقضي نص ساعة قدام القرد. كل الطلبة بيروحوا يقفوا قدام القرد ده فترة كبيرة جدا ويقعدوا يتفرجوا عليه، مش عارف ايه العلاقة بين الطفل وبين القرد، بس بيقعدوا يتفرجوا عليه بشكل غريب جدا وعلى حركاته اللي بيعملها. وبعد كده بقى كنا بنروح الأهرامات ونروح القلعة مثلا، ونروح الملاهي في الآخر ونتشقلب في الملاهي طبعا وفرهضة بشكل غير طبيعي. وبعد كده بنرجع بقى في الآخر خالص هلكانين جدا، كل واحد راجع صوته مبحوح من كتر الصريخ وشكله كأنه كان في معسكر تدريب مش رحلة. الدروس في الامتحانات مثلا، لحظة الرعب الحقيقي لما تفتح ورقة الامتحان وتلاقي سؤال أول مرة تشوفه في حياتك، تبدأ تقلب الورقة يمين وشمال كأنك هتلاقي الإجابة مستخبية وراها مثلا. والطالب بقى اللي كان يخلص بسرعة كان يقعد يبص لكل أصحابه يتفرج مين اللي مندمج في الإجابة مثلا، ومين اللي حاطط إيده على خده، ومين اللي بيبص للسقف كأنه بينادي على المساعد من السماء. لما المدرس كان يصحح الورق في الفصل العيال قاعدة متوترة جدا، وكل شوية نسمع صوت المدرس، يا إيه القرف ده، مين اللي عامل الكلام ده، وكل واحد حاطط في دماغه إنه هو اللي بيتكلم عليه المدرس. دي كانت مدارس زمان، وده شكل مدارس زمان. زمان كنا بنخاف من المدرسة لكن كنا بنحبها، كنا بنكره الامتحانات لكن لما كنا بننجح كنا بنحس إننا أبطال، كنا بنتعاقب لكن كنا بنحترم المدرس ونحبه. كانت أيام صعبة لكنها أحلى أيام في العمر، لأنها علمتنا الضحك وعلمتنا الجد وعلمتنا نحلم ونجري ورا اللي نفسنا فيه.